لو تنفدى لو تنفدى من الموت يا فتاح، مليون يفدنك عيون سماح، ومليون راجل غر، ومليون شاب يتضاوى تقول قمر، ومليون شايب كي الطير الحر. لو تنفدى يفدوك بالأرواح، لو تنفدى نفدوك. لا يبكي حبيبك لا نزعل خوك، غالي علينا كلنا نحبوك، لكن مراد الله عمره راح. بكل الأسى والحزن نعلن عن وفاة اللواء عبد الفتاح يونس. في تاريخه الناصع البياض كانت المواقف المشرفة هي سمته وتميمته، منها على سبيل الذكر للحصر تجريمه للجان الثورية في ثمانينات القرن المنصرم، وهو المشهور بقوة شخصيته وثقته الدائمة في ربه وشعبه. ومنذ الأيام الأولى لثورة فبراير المجيدة، ثورة العزة والكرامة، قام هذا الجنرال النزيه صاحب المواقف الثابتة والراسخة في عقول الليبيين بالتخلي عن سفيه البشرية ونظامه، وأعلن انضمامه لثورة الشباب بكل جوارحه يوم 17 من شهر فبراير، حيث قام مجموعة من الحقوقيين بتصويره بمكتبه، ولكن تأخر إعلان انشقاقه حتى 23 من فبراير، ولا ندري سبب هذا التأخير. إعلان خاص بثورة 17 فبراير. أعلن أنا اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي أنني قد تخليت عن جميع مناصبي استجابة لثورة 17 فبراير، وذلك لقناعتي الكاملة وصدق مطالبهم العادلة. علي أهيب بكل القوات المسلحة أن تقوم في خدمة الشعب نصرة لثورة 17 فبراير. السلام عليكم. وقامت القوات الخاصة والتي أسسها وأشرف عليها هذا البطل بالوقوف مع الثورة ومهاجمتها لضباط وجنود كتيبة الفضيل بوعمر ببني غازي، والتي كانت تردي بعض شبابنا البواسي القتلى، وسامت بعضهم الآخر أقصى أنواع العذاب. وفور إعلان الجنرال المرحوم انشقاقه على لا نظام، تربصت به مئات الأعين الخائنة، وحاولت اغتياله في عديد المناسبات كما كان يعلن هو شخصيا، ومنها الأمر الذي أصدره القذافي للطيارين اللذين حطا رحالهما في مالطا بقصف مكتبه ثم ساحة التحرير ببني غازي. وساهم الجنرال عبد الفتاح يونس في تكوين وتوحيد جيش التحرير الوطني، وذلك لسمعته العطرة وحب آلاف الجنود والضباط له، وهو الذي لم يكن يعاملهم إلا بالطيب والإحسان، فتراصت صفوفهم واشتدت عزائمهم وتحركت قوافلهم محررة أغلب ربوع الوطن. وقد كان نظام القذافي يحاول أن يلطخ سمعته دائما، فتارة يقول أنه خائن خان الوطن والرتبة العسكرية، وتارة أخرى يتهمه بالجاسوسية والعمالة له ولنظامه. ليلة الثورة كان هو يحرر معي في بنغازي، ليش ما قالوا لي عبيدي ما يجيش في بنغازي؟ وين كنتم انتم لما كان عبد الفتاح ببندقيته يعرض نفسه للخطر، ولما كان يقاتل في السادات واسرائيل على الحدود، لما كانوا بيجتاحوكم، كان بيجتاحكم السادات هو امريكا، عبد الفتاح هو اللي كان بطل المعارك على الحدود. امس يضربوه بالرصاص مصيره مجهول، ويقولوا له انت عبيدي شن جابك لبنغازي؟ هذه اخرتها، هذه اخرتها يا اهل بنغازي. فما كان من هذا البطل إلا تكذيب ما ينسب إليه من اتهامات. في اليومين الماضيين ظهرت إشاعة تفيد بأن السيد عبد الفتاح يونس تعرض لمحاولة اغتيال وأنه أصيب في يده، ما تعليقك على هذه الإشاعة؟ والله المحاولات إشاعات كثرت، في محاولات صحيح، لكن هذه ما فيش هذه دي سيدي الحمد لله ما فيش كده، ولكن الواحد متوقع كل شيء. يعني أول شيء
الخونة والعملاء اللي المرتشين اللي واخدين فلوس عشان يبيعوا أسرهم ويبيعوا أهلهم ويبيعوا دمهم ويبيعوا اغتيال الشرفاء وتدمير هذا طبعا هم للأسف يعني حسابهم عسير إن شاء الله من الله قبل ما يكون منا. وقام الشهيد بالاتصال بالعديد من الدول وتحشيد المواقف الدولية، وكان أوائل المستجيبين لنداءات اللواء دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول. اجتمع اللواء بسلاح الجو بقيادة العميد مفتاح فنوش وتداولوا عديد القضايا، أهمها إمكانات هذا السلاح وقدرته على الصمود أمام الرتل المتقدم والذي وصل مشارف بني غازي مساء 18 من مارس. وكان الاتصال حثيثا بين اللواء وبين ساركوزي ووزير دفاع الجيش الفرنسي للمساهمة في حماية المدنيين ببني غازي، وأثمرت جهوده بتقليص مدة التدخل من 10 ساعات قادمة إلى 2 ساعات فقط، ليرد بذلك بعد فضل الله ومنته كيد القذافي في نحره. والجدير بالذكر أن اللواء لم يكن الآمر الناهي كامل الصلاحيات في قيادة الجيش الوطني، ولكن كانت التدخلات كثيرة والشخوص أكثر، وكانت كثير القرارات من اللواء تؤجل أو لا تنفذ أو تلغى، والسبب وراء ذلك مجهول. أما عن الاتصالات مع النظام السابق فقد كان للجنرال الأثر الكبير في انشقاق السيد البراني إشكال وغيره من الضباط، وقام بإعطائهم الأمان وحمايتهم وعدم التعرض لهم. أما عن العروض التي كانت تهطل عليه من نظام القذافي فحدث ولا حرج، منها 200 مليون دولار كعرض مقدم من المدعو عبد الرحمن الصيد على لسان القذافي، ومنها شيك مفتوح كذلك للجنرال وإعطائه الأمان عند خروجه من الوطن. ولكن وطنيته كانت أكبر وأعظم، ولم تشترى ذمته بدراهم بخس، وشاءت الأقدار أن تحاك مؤامرة رخيصة في الخفاء يستدعى فيها هذا الأسد لما وصف بمحاكمة عسكرية لسؤاله عن بعض القضايا التي تصب في المصلحة العامة، ومحاسبته عن بعض التقصير كما نسب إليه في استدعاء رسمي من المجلس الانتقالي موقع من علي العيساوي نائب رئيس المكتب التنفيذي. وبعد التأكد من صحة الاستدعاء من علي العيساوي شخصيا وجمعة بوجازية كذلك في اتصال كان قد أجراه الشهيد معهم عند تسلمه الاستدعاء، ما كان منه وهو الذي كان في قلب الجيش الوطني إلا الانصياع للأوامر الموثقة من سلطات أعلى واجبة النفاذ فيه، فخرج رفقة صديقيه دون بهرجة أو تحشيد لأي قوات تحميهم. وفقدت ذاكرة الحياة في هذه النقطة عند الليبيين، فلم يعطى أي جواب شاف للفاجعة التي حدثت بعدها والتي أبكت القلوب قبل العيون بمقتل الجنرال وزميليه اللذين لم يكن لهما ذنب سوى رفقته، وتحرق جثثهم بعد ذلك وينكل بهم. ومن هنا يتساءل الليبيون عن عديد الأمور: كيف تبين مقتل الجنرال قبل اكتشاف جثته؟ من قام بقتل الجنرال والتنكيل به؟ ما سبب تواضع التحقيق وعدم شموليته لكل المتهمين حتى اليوم؟ وإن لم توجد الإجابات ولم يتم القصاص من الجناه، فمرحبا بشريعة الغاب دستورا لنا وقانونا.